ربما هذه الجاسوسة هي من كشفت مكان السنوار، ومن يدري كم سقطوا بسببها أيضا. أردنية مسلمة تخلت عن وطنها ودينها، اخترقت صفوف المقاومة، وسقط بسببها كبار القادة، حتى لقبت بلؤلؤة المخابرات الإسرائيلية. فمن تكون أمين المفتي؟ كانت جميلة جدا، تمتلك وجها ملائكيا، لكن خلف ذلك الوجه كانت تخفي أبشع خيانة عرفها العرب. البعض يقول عنها كانت ذكية إلى حد الجنون، لكنها بنفس الوقت كانت مستعدة لبيع جسدها لأغراض مختلفة. كرهها لمجتمعها جعلها تنظر إلى كل شيء حولها كقيود يجب كسرها، وهذا المزيج من الذكاء والانحراف والخيانة جعلها أخطر جاسوسة عربية في التاريخ. لذلك استغلتها إسرائيل وصنعتها من الصفر. لم تكن عميلة عادية، بل كانت مشروعا استخباراتيا كاملا. كل خطوة في حياتها كانت محسوبة، كل صدفة كانت مدروسة. حتى زواجها من الطيار الإسرائيلي لم يكن مجرد علاقة رومانسية، بل كان بابا مفتوحا نحو عالم الجاسوسية والخداع والخيانة. اليوم عندما يتم ذكر اسم أمين المفتي تتدفق أمامك صور لمؤامرات سرية، لقاءات مشبوهة، ودماء سالت بسبب المعلومات التي سربتها. تحولت هذه الفتاة من ابنة عائلة مسلمة محافظة إلى أداة استخباراتية خطيرة ساهمت في تصفية قادة المقاومة الفلسطينية، وتخلت عن كل شيء مقابل حياة في الظل، تبيع فيها المعلومات تماما كما باعت روحها. منذ صغرها كانت تشعر أنها مختلفة عن محيطها، لم تكن ترى نفسها جزءا من مجتمعها، كانت تبحث عن شيء أكبر، عن حياة مختلفة، عن سلطة مطلقة، عن حرية بلا قيود. هذه الرغبة دفعت عائلتها لإرسالها إلى النمسا لدراسة الطب، لكن بدلا من أن تكون هذه الرحلة مجرد مرحلة دراسية، تحولت إلى نقطة لا عودة في حياتها. في فيينا وجدت الفرصة للتحرر من تقاليد عائلتها، تجاهلت كل شيء يربطها بماضيها، حتى الدين لم يعد له أي قيمة عندها. بدأت بالاختلاط بأوساط مشبوهة، مجموعات تنادي بالتحرر الجنسي، نسويات متطرفات، أشخاص يعيشون بلا أي قيود أخلاقية. كان المال الذي يرسله والدها كافيا لها، لكنها لم تكن تريد مجرد المال، بل كانت تريد التمرد، تريد أن تكسر كل الحواجز. خلال حياتها في النمسا التقت بفتاة يهودية تدعى سارة بيراد، فتاة كانت منغمسة في الحركات الليبرالية المتطرفة، تنادي بالتحرر من العادات والتقاليد، تدعو إلى الحرية المطلقة في كل شيء، بل كانت تجاهر بكراهيتها للأديان. أصبحت أمينة مقربة جدا من سارة، وبدأت تنغمس معها في أسلوب حياتها، ومع الوقت تعرفت على عائلتها، وهناك التقت بشقيقها الأكبر، طيار عسكري إسرائيلي يحمل رتبة نقيب اسمه موشيه بيراد. اللقاء بين أمينة والطيار لم يكن علاقة عادية، بل كان نقطة تحول، كان بمثابة اختبار لها. هل هي مستعدة للتخلي عن كل شيء؟ الطيار طلب منها الزواج، لكنه وضع شرطا واضحا: إذا كنت تريدين أن تكوني معي عليك ترك الإسلام واعتناق اليهودية. دون تردد ودون صراع داخلي وافقت على الفور، وكأنها كانت تنتظر هذه اللحظة، تريد أن تثبت لنفسها أنها أصبحت إنسانة جديدة، بلا قيود، بلا هوية، بلا ماض يلاحقها. عندما أعلنت ترك إسلامها تبرأت منها عائلتها تماما، هددوها بالقتل إن عادت إلى الأردن، لكنها لم تهتم، لم يكن هناك شيء يربطها بهم بعد الآن. هربت إلى إسرائيل مع زوجها الطيار، وهناك بدأت رحلتها في عالم الجاسوسية، حيث تم إعدادها لتكون سلاحا خطيرا بيد الموساد. التجنيد لم يكن مباشرة، لم يأتي أحد إليها ويقول لها: هل تريدين أن تصبحي جاسوسة؟ بل كان الأمر أذكى من ذلك بكثير. بعد أيام قليلة من وصولها إلى إسرائيل استدعتها جهات أمنية. لم يكن الاستدعاء رسميا، بل جاء على هيئة جلسة استطلاع غير مباشرة، وخلال الحديث لم تخفي مشاعرها الحقيقية تجاه العرب، بل عبرت بصراحة عن كراهيتها لهم، عن احتقارها لمجتمعها، وعن عدم اعترافها بالقضية الفلسطينية. لم تكن بحاجة إلى إثبات أي شيء، فقد رأوا فيها مشروع جاسوسة مثالية. جميلة جدا، تحمل جوازا أردنيا، تتحدث العربية بطلاقة، وتملك الكراهية التي يبحثون عنها. من هنا بدأوا في استغلالها. لم يكن التجنيد إجباريا، بل قدم لها كفرصة، كحياة أفضل. تم إغراؤها بالمال، بالسلطة،
وبوعود لم تكن تحلم بها من قبل. خضعت لتدريبات مكثفة شملت كل شيء: التشفير، نقل الأخبار، إرسال التقارير، استخدام أجهزة التنصت، أساليب المراقبة والتخفي، واستخدام الأسلحة في الحالات الطارئة. وحينما أصبحت جاهزة تم تسليمها جهاز إرسال لاسلكي متطور على هيئة راديو صغير وتذكرة سفر إلى لبنان، وتحديدا إلى قلب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين مثل عين الحلوى في صيدا والرشيدية في الجنوب. وهناك بدأت اللعبة الحقيقية. ذهبت هناك تحت غطاء المتطوعة الإنسانية التي جاءت لمساعدة الفلسطينيين في محنتهم. لم يكن أحد يشك في نواياها. امرأة عربية تتحدث بلهجة فلسطينية، تحمل معها الأدوية والمساعدات، وتبدي دعمها العاطفي للقضية الفلسطينية. بفضل مظهرها الجذاب وشخصيتها الذكية استطاعت تكوين علاقات وثيقة بسرعة، لكنها لم تكتفي بالكلام وحده، بل استخدمت أسلوبا آخر، أسلوبا أكثر خطورة وقذارة. تعرفت على شخصين كان مفتاحها للوصول إلى معلومات حساسة مقابل منحهما جسدها. كان أحدهما موظفا في قطاع الاتصالات، وهو من سلمها معلومات لا تقدر بثمن: عناوين القادة الفلسطينيين، أرقام هواتف سرية لمنظمات فلسطينية، أرقام مشفرة تخص الزعماء العسكريين للفصائل. لم يكن سلة الأخبار فحسب، بل كان مفتاحها للوصول إلى كل ما تريد. لم تكتفي بإعطائه جسدها، بل أغرقته بالمال حتى أصبح أداة بيدها. لكنها لم تكن غبية، كانت تعلم أن الاعتماد على رجل واحد خطأ، لذا بدأت تسجل كل لقاءاتهما، تجمع الأدلة، تسجل صوته وهو يسلمها الأسرار العسكرية، تلتقط له صورا في أوضاع خاصة. ثم فجأة صارحته بالحقيقة: أنا عميلة للموساد، وأنت الآن تعمل معي. بعدما هددته بالصور الفاضحة التي تجمعها والتسجيلات الصوتية له وهو يعطيها المعلومات، فأصبح مجبرا على خدمتها. وساعدها مع آخرين إلى التسلل إلى داخل فلسطين بين الفصائل الفلسطينية. دخلت المخيمات، تعرفت على القادة الميدانيين، قدمت نفسها كطبيبة متطوعة للمساعدة في علاج المصابين. أظهرت ولاءها، أبدت حماسا غير محدود للقضية الفلسطينية، ونجحت في كسب ثقة قادة بارزين في المقاومة، حتى أنها حصلت على تصريح رسمي من الفصائل الفلسطينية للدخول إلى جميع المواقع الفلسطينية سواء العسكرية أو المخيمات. لم يكن أحد يشك في أنها عين إسرائيل في قلب المقاومة ويدهم التي لا ترى. وبفضلها سقطت أسماء لا يمكن الوصول إليها. كانت المعلومات التي ترسلها لا تقدر بثمن. ساعدت في كشف أخطر مخابئ المقاومة، سلمت معلومات قادت إلى اغتيال قيادات بارزة، ونجحت في تمرير بيانات كانت ستحتاج إسرائيل إلى سنوات للحصول عليها. كانت خنجرا مغروسا في قلب المقاومة، أداة استخدمتها إسرائيل لضرب مناضلين لم يكن من الممكن الوصول إليهم لولا تسريباتها. لكن لكل خائن يوم يسقط فيه، وأمين المفتي لم تكن استثناء. ارتكبت خطأ يبدو بسيطا، لكنه كان الخطأ الذي كشفها تماما. أثناء حديثها مع أحد قادة المقاومة الفلسطينية طرحت سؤالا عابرا عن أبنائه ليرتبك القائد فورا. لم يكن أحد يعلم أنه متزوج ولديه أطفال. بدأت الشكوك تحوم حولها، فأرسلوا طلبا إلى الأردن للتحقق من هويتها. جاء الرد بأنها فعلا طبيبة أردنية درست في النمسا وغادرت بلادها بعد خلافات عائلية. لم يكن هذا كافيا لإدانتها، لكن الشكوك ظلت قائمة حتى ورد بلاغ من أحد المصادر الفلسطينية في النمسا يؤكد وجود طبيبة أردنية درست هناك. كانت صديقتها المقربة يهودية توفيت بجرعة زائدة، ولديها أخ طيار إسرائيلي تزوج من طبيبة أردنية هربت معه إلى إسرائيل. عند هذه النقطة بدأت الصورة تتضح، وكل الخيوط كانت تشير إلى الجاسوسة أمين المفتي. أيقن الموساد أن أمرها انكشف، فأمروها بالتخلص من جهازها والفرار فورا، لكنها لم تحصل على الفرصة، فقد تحركت المخابرات الفلسطينية بسرعة واعتقلتها قبل أن تهرب. وعندما فتشوا شقتها لم يجدوا أي دليل يدينها، فقد أخفت كل شيء بإتقان. لكن اللعبة انتهت، وسقطت أخطر جاسوسة عربية في قبضة المقاومة. بقيت أمين المفتي معتقلة في السجون الفلسطينية، بينما كانت التحريات عنها والتأكد من حقيقتها متواصلة. لم يقتصر الأمر على التحقيقات المباشرة، بل تمكنت الاستخبارات الفلسطينية من الوصول إلى شقتها في فيينا، حيث عثر على مذكراتها التي كشفت الكثير عن حياتها، ولا سيما زواجها من يهودي وسفرها معه إلى إسرائيل وارتباطها بالموساد. وأثناء وجودها في السجن
وبعد ضغوط التحقيق اعترفت بكل شيء. اعترفت بخيانتها وبتورطها في تسريب معلومات حساسة وبدورها في تصفية قيادات المقاومة الفلسطينية. لم يكن أمامها خيار آخر، فكل الأدلة كانت ضدها. لكن نهايتها لم تكن بالإعدام كما توقع البعض، بل تم تسليمها ضمن صفقة تبادل أسرى، ليغلق بذلك أحد أخطر ملفات الجاسوسية في تاريخ المنطقة.